السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة والأخوات، مرحبا وألف مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم الكوكلي محمر، صراحة طريقة كتجي زوينة وطريقة سهلة. نتمنى إن شاء الله الطريقة تعجبكم. ودابا نخليكم مع طريقة التحضير. كما كتشوفوا معايا أنا عندي الكوكلي اللي غسلته من قبل بالماء بالملحة والحامض وقطرته من الماء. هنا كذلك عندي 4 البصلات كما كتشوفوا مشلضين. عندي كذلك كاس ديال الزيت، وعندي العطريه سكينجبير الابزار اللي هو الفلفل الاسود، وعندي الخرقوم والملحه وعود ديال القرفه. عندي كذلك الزعفران شعره. والان غادي ناخذ يعني هذيك العطريه وغادي نضيف لها شويه الماء. غادي نضيف لها شويه الماء وغادي نخلطوها مزيان حتى تندمج مع بعضها. ومن بعد غادي نرقدو في هذاك الكوكلي ونخليه واحد الساعه المكانه تقريبا باش يشرب لينا هذيك الشرموله مزيان باش يجي يعني يجي لذيذ. هنا كما كتشوفوا معايا بعد ما رقدنا الكوكلي ساعتين المكانه، دابا غادي ندوزو ناخدو طنجره غادي نضيفو لها البصله اللي قطعنا من قبل، وغادي نضيفو لها كذلك العطريه او لاصوص اللي بقات لينا على الدجاج، وغادي نخليوها تشحر مزيان ونضيفو الزيت كاس ديال الزيت، وغادي نخليوها تشحر مزيان عاد باش نضيفو لها الكوكلي لان الكوكلي دغيا كيطيب. بعد ما تشحرات البصله ضفنا لها هنا الكوكلي هو كيتقلى معاها يعني كما كتشوفوا. ضفنا عليه قبطه القزبره ومعدنوس وكذلك العود القرفه اللي ما درناش في الاول، وكنضيفوا كذلك من بعد كنضيفوا الماء وكنخليوه كيطيب غير بشويه على عافيه مهيله يعني ما كنديروش في الكوكوط، هي طنجره عاديه كنقصوا عليه العافيه وكنخليوه. هنا كما كتشوفوا معايا عندي المشماش، اللي بغى يدير المشماش صحيحه كيديروا. انا هنايا غادي نقطعو مربعات صغار كما كتشوفوا يعني طريفات صغار، وغادي نسلقو ومن بعد غادي نديرو يطيب. غنضيف له شويه الملحه وغنضيف له كذلك 2 معالق السكر وعود ديال القرفه، وغادي نخليه يعني نخليه يتعسل. صراحه طريقه سهله وكتجي كذلك زوينه. هنا كما كتشوفوا هو المشماش كيطيب حتى هو خصو العافيه مهيله يعني. هنا الكوكلي بعد ما طاب حيدناه من لاصوص وخلينا كذلك هذيك لاصوص ديالو كتقلى. هنا غادي ندهن الدجاج بالزبده وغادي ندخلو الفران يتحمر. كما كتشوفوا معايا هنا لاصوص ديال الدجاج كما كتشوفوا هكا خاصها تكون هكا، خاصها تجي صراحه كتجي رائعه. هنا الكوكلي بعد ما تحمر دابا غادي ندوزو لطريقه التقديم. بعد ما تحمر غادي نضيفوا له المرق. هنا المشماش اللي تعسل حتى هو من قبل، غادي نضيفوا المرق وغنديروه في الزلافه كما كتشوفوا. كل واحد كيقدم على الطريقه اللي كتعجبو، ونتمنى ان شاء الله الطريقه تعجبكم وبالصحه والراحه. وشكرا للاخوان والاخوات جميعا المتتبعين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء جميعا. مع السلامه اخواني.